السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدي قناة كركوك الفضائية، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة معي أنا عمار الصالحي. الخلافات السياسية تعود من جديد ما بين أربيل وبغداد، مشكلة الموازنة والعجز المالي، ملف البيشمركة، ملف المادة 140، أيضا العقود التي أبرمها السوداني مع شركة BP البريطانية بخصوص عودتها إلى حقول كركوك. الكثير من الملفات الشائكة تعود إلى الواجهة من جديد ما بين أربيل وبغداد، ليتصاعد حتى التوترات والتصريحات الإعلامية، حتى وصل إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني هدد بالانسحاب من العملية السياسية. كل هذه المحاور سوف أطرحها على ضيفي عبر تقنية السكايب: السيد غياث السوتشي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني من الموصل. حياك الله سيد غياث، شكرا لتلبية الدعوة. وأيضا السيد غازي اللامي الخبير الاستراتيجي من العاصمة بغداد، حياك الله وشكرا لتلبية الدعوة. خليني أبدي وياك أستاذ غياث السورتشي خليني أبدي من حيث انتهى الآخرون. أستاذ غياث، عجز مالي حسب ما قالت السيدة طيف سامي، عجز مالي، والسبب بالعجز المالي هو حصة إقليم كردستان وعدم إرسالها لمستحقات اللي بذمتها إلى بغداد. ونشعر أنه كل ما تيجي موضوع الموازنة، كل ما تتقرب الانتخابات، يرجع موضوع المشاكل العالقة من جديد ما بين الإقليم وبغداد. بداية تحياتي لكم وشكرا على هذه الاستضافة، وتحياتي لمشاهديكم الكرام وللأستاذ غازي اللامي ضيفكم الكريم. طبعا منذ أكثر من 10 سنوات أو منذ استخراج النفط وتصديرها خارج أقليم كردستان، ظهرت هذه المشاكل بين الأقليم وبين بغداد. وبصراحة المضحي الأول والتالي هو أهالي أو الشعب أقليم كردستان. منذ 2014 هناك أزمات اقتصادية مالية، لأن عدم صرف الرواتب في بعض الأحيان أو بعض السنوات الماضية كان موظفين أو العاملين في المؤسسات العامة كانوا يستلمون في سنة 6 رواتب أو أقل. فهذا طبعا انعكست على الشارع في أقليم كردستان ولا يزال نحن نعاني من هذه المشكلة. أول وتالي المشكلة تصدير النفط بدون الاتفاق والرجوع إلى الحكومة الاتحادية كان خطأ، مخطئ كانوا. وثانيا إذا تسألني هل أنتم في الاتحاد الوطني الكردستاني مو أنتم كنتم جزء من الحكومة ولماذا قبلتوا على هذا؟ نعم، كنا جزء أساسي من حكومة أقليم كردستان، لكن كما تعلمون في كل الانتخابات الماضية أصبح انشقاق داخل الاتحاد الوطني الكردستاني وقللت مقاعدنا في برلمان أقليم كردستان. فجميع المفاصل الرئيسية وكانت ولا يزال بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني، من رئيس الأقليم ورئيس الحكومة ومعظم الوزراء السيادية، ومن أهمها وزارة النفط والموارد الطبيعية في أقليم كردستان. فليس لدينا كان مثلا دور بحلحلة هذه المشكلة، أو على الأقل مثلا لم نخلي أن تصدر النفط، لأن كنا نعرف عواقبها بكل صراحة. نعم، حاليا هذه المشكلة مشكلة معقدة وشائكة. خلال هالأسبوع شاهدنا 5-6 مرات توجه بيانات تصاعدية أو بيانات اتهامية بين الجانبين، كل جانب من الحكومة الاتحادية أو من وزارة المالية في الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم، كل من يظهر على شاشات التلفزة وعلى المؤسسات الإعلامية وعلى بياناتهم أرقام ما نعرف بصراحة. نعم، خليني أروح لبغداد. أستاذ غياث، سوف أعود لك إلى رأي الاتحاد الوطني الكردستاني بخصوص هذا الشيء باعتبارك عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن خليني أشوف رأي أستاذ غازي اللامي. أستاذ غازي، موضوع النفط والغاز والواردات النفطية والواردات غير شيء، ليش لحد الآن ما قادرين بعد 20 سنة
أن نخلي قانون النفط والغاز حتى كل إقليم كل محافظة تعرف راسها من رجليها وتعرف شنو الإلها وشنو العليها. أسباب تأخير هذا القانون. اولا تحيه طيبه لك استاذ عمار، وتحيه اخرى الى الاستاذ الفاضل الاستاذ غياث والى كل مشاهدي الاكارم. يعني من المسلمات المهمه واللي نلاحظها بين فتره واخرى، او التعقيدات السياسيه التي تظهر ما بين حكومه الاقليم وحكومه المركز، لم تاتي من فراغ، تاتي من خلال الضغوطات السياسيه والمصالح الحزبيه والبحث عن ذوي الأذرع، إذا ما نسميها، خاصة من حكومة الإقليم، عندما يحتدم الصراع وعندما تقترب ساعة الانتخابات إلى مديات قريبة جدا، تظهر ضغوطات جديدة على حكومة المركز من خلال الادعاء بأنه هناك خلل في عملية الإيفاء من حكومة المركز بالتزاماته. ولكن أنا أسأل سؤال منطقي: هل حكومة الإقليم التزمت بما متفق عليه بينها وبين حكومة المركز في السماح لحكومة المركز بإرسال ديوان الرقابة المالية للتدقيق والبحث، وأيضا معرفة الواردات النفطية، معرفة الواردات الأخرى من الحدود، المطارات، المنافذ؟ كل هذه الأمور تحتاج اليوم إلى بناء ثقة. يجب أن تكون هناك ثقة متبادلة ما بين الطرفين. إذا ما انعدمت واهتزت الثقة، أنا في تقديري ستظهر الكثير من المشاكل. وتعرف جنابك أستاذ عمار، قبل فترة يعني طويلة دولة رئيس الوزراء السيد السوداني قد ذهب إلى حكومة الإقليم ووضع يعني قاعدة للتفاهم والاتفاق ما بين الحكومتين، وتم تخصيص مصرف أن توضع فيه الواردات، ولكن لم يفعل هذا الاتفاق لظروف قد تكون سياسية، لظروف أمنية، لظروف أخرى، ضغوطات أخرى. لم يفعل هذا الاتفاق ما بين الطرفين، وبالتالي أصبحت الساحة يعني معرضة للكثير من الإرهاصات والكثير من الضغوطات. وعملية أنا في تقديري يعني من عام 2005 ولحد هذه اللحظة نلاحظ أنه يعني خاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أنا لا أريد أعمم، ولكن أعرف أنه اليوم المسؤولية بالتصدي هي في المجلس السياسي الكردي، الأخوة في الجانب الكردي الإخوان يتصدى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبالتالي هو بين فترة أخرى يلوح بعملية الانسحاب، وكأنه قد جير كل الأحزاب الكردية باتجاه هذا الهدف. اليوم هناك أحزاب لها حضورها ولها تأثيرها ولها يعني توجيهاتها. هل هي تتفق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالانسحاب من الحكومة؟ ولماذا اليوم نصل إلى هذه العقدة المعقدة التي تحتاج إلى العقلنة وإلى الهدوء وإلى البحث عن مخرجات جديدة؟ نعم، خليني اخذ هذا التساؤل استاذ غازي، عذرا للمقاطعه، وانتقل به الى الموصل الى الاستاذ غياث السورشي. استاذ غياث السورشي، يعني موظفي الاقليم ملف الرواتب الكل تفاءل خير، وفد رفيع المستوى كبير جدا، وكانت به وزيره الماليه طيف سامي والبنك المركزي، والكل حضر الى اربيل وسوى نقاشات ومباحثات ومؤتمرات، والكل استبشر خير بأن المشاكل راح تنحل ما بين الإقليم والمركز، وبالتالي سوف يستلم الموظف في الإقليم راتبه كل 30 يوم والأمور ماشية تمام. شنو اللي صار وراها؟ وأيضا التساؤل اللي طرحه أستاذ غازي مهم جدا: هل اليوم الحزب الديمقراطي الكردستاني من يلوح ما بين الفترة وأخرى بالانسحاب من العملية السياسية، هل الحزب الديمقراطي الكردستاني هو يمثل الإقليم بنفسه ويختزل آراء الأحزاب الأخرى؟ راح أجاوبك في جوابين. أولا، بالنسبة لهذه الاجتماعات وذهاب الوفود من الأقليم إلى بغداد، وكل ما يرجعون على شاشات التلفزة طبعا يقولون بأنه انتهت الموضوع، أي قبل سنتين. وأتى السيد محمد شيع السوداني لأقليم كردستان، وذهب مسرور بارزاني لبغداد، ووراء نيجيريا بارزاني. كل ما يرجعون يعني يبشرون لأهالينا بأنه انتهت الأمر. وبعد ذلك نرى بأنه يوم بعد يوم تتعمق الخلافات في مسألة النفط والغاز. نعم، حاليا هناك دستور، ومحكمة الاتحادية قررت بصرف
رواتب أو مراتب موظفي وعاملي القطاع العام. فحكومة الاتحادية مجبر بأنه يصرف يعني رواتب الموظفين، أن لا يخلطوا مسألة أو قوت الموظفين بمسائل سياسية. فيجب على يعني بكل صراحة يجب على حكومة الاتحادية صرف رواتب الموظفين لا يخلطوها مسائل سياسية وثانية أو تكنيكية. وثانيا هناك مسائل أخرى مثلا بينهم موازنة أقليم كردستان عفوا وعائدات استاذ أقليم غياث، كردستان لكن شرطه المحكمه الاتحاديه ايضا توطين الرواتب، يعني هذا الشيء اللي يلزمه بغداد. بغداد يقول لي الاقليم انت ما قاعد توطن رواتب، فبالتالي وطن لي الرواتب وادز لك سبب رفض توطين الرواتب من قبل الحزب الديمقراطي. هو سببين. السبب الاول عدم رجوع او عدم تسليم نصف موارد الغير النفطيه من اقليم كردستان للوزاره الماليه في الحكومه الاتحاديه. وثانيا مساله التوطين. نعم يعني حاليا نصف اقليم كردستان ما مسوي لا على شركه او ما نقول مصرف، شركه حسابي ولا المصارف يعني بخصوص التوطين. يعني مناطق ذات نفوذ اتحاد وطني كردستاني انا واحد منهم ما سوينا لا هذه العمليه ولا هذاك يعني بصراحه. والنصف الاخر مستوين على هذه الشركه اسمها حسابي بالكردي جماري من. يعني احنا نشك بانه هذا المصرف او هذه الشركه المصرفيه تابعه لحزب او تابعه لاشخاص، فلذلك لم نثق بها. هاي في جانب. وجانب اخر طبعا متحدث باسم حكومة أقليم كردستان هددت الحكومة الفدرالية بأنه سوف ننسحب. أولا حكومة أقليم كردستان هي حكومة تصريف الأعمال، لم تستطيع تصدر هذه القرارات لأنه هي كما قلت حكومة تصريف أعمال. هاي القرارات يجب عليها إجماع ويجب عليها الحكومة مثلا يعرضها للبرلمان. اصلا احنا ليس لدينا برلمان، صار لنا قرابه سنتين اقليم كردستان ليس لها لا برلمان ولا مجالس المحافظات. فهذا ما خلافا للدستور والقوانين. هاي واحد. وثانيا يعني هم باي حال يعني يقولون احنا ننسحب. منو انت راح تنسحب؟ هناك اكثر من 23 حزب في اقليم كردستان ومن الاحزاب مثلا المعارضه والمشاركه في حكومه. فنحن في اتحاد وطني قلت يعني اشرت الى نحن مشاركين في حكومه. لحد هاي اللحظه لم مثلا يسالونا او مثلا يناقشونا هل سوف تنسحبون معنا من الحكومه المركز كحزب سياسي ورئيس في اقليم وفي بغداد. لم نسمع منهم. هذه كلها مثل ما يقول يريدون ضغوطات على حكومه المركز بتغطيه عيوبهم وتغطيه عدم الشفافيه في ملف النفط والغاز. بكل صراحه ماكو اكثر من هذا. نحن بكل صراحه استراتيجيتنا يعني استراتيجيه الاتحاد الوطني الكردستاني ان تكون بغداد، مدينه بغداد او عاصمه العراق بغداد هي تكون عمق استراتيجيتنا. لا نلجا ولا نخضع لاوامر غيرنا صراحه. فهذه المشاكل بكل صراحه انا دائما ابتعد عنها. لان يعني كمثلا انا لدي شهادتين بكالوريوس وانا اعلامي وكذلك كادر في حزب سياسي. صراحه دوخت في هذه المشكله يعني كما اشرت اليها من هالصفحه يقولون انتهت المشاكل، من هنا تظهر عدد مشاكل اخرى. فكل هذه المشاكل هي لاستفاده حزب او عائله او مجموعه من افراد واولوا تاليها نعم هو هذا الشيء المرات يستبشر بخير الموظف او المواطن بالاقليم. وجنابك عضو بالاتحاد الوطني الكردستاني وعندك خبره وتقول اجتماعات كثيره لكن بدون نتائج. خليني اروح الى السيد غازي. سيد غازي، خلينا نحكي بموضوع الماده 140 عادت الى الواجهه من جديد من قبل أربيل. هل هي لوي أذرع؟ هل هو استحقاق من جديد بأنه نعود إلى المادة 140 مع كل استحقاق يخص الموازنة أو مع كل استحقاق يخص الانتخابات؟ هل هي ورقة أو مناورة أو فعلا استحقاق يجب أن يكون أو ينفذ الآن؟
استاذ عمار، شوف الماده 140 عندما تم اقرارها وتنفيذها في عام 2005 كحل لمشكله كركوك، يعني وخاصه ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها، حتى نفصل ما بين هذه المحافظه والمحافظات القريبه منها مثلا نينوى، دياله، صلاح الدين. هذه اصبحت شماعه خاصه، يعني انا لا اتهم كل الاحزاب ولا الاحزاب الكرديه، ولكن اقول الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعين فرصه بين فتره واخرى عندما لا يصل الى ما يريده من غايات سياسيه او مصالح، يذهب الى الماده 140 وكانه تصبح كركوك هي نقطه الخلاف والاختلاف، وبالتالي كانه وضع اليد عليها او السيطره عليها. وتعرف حدثت مشاكل قبل فتره، يعني نعم، لكن هي ماده دستوريه استاذ غازي، هي ماده دستوريه ويطالب بتنفيذها ويقول لك انت صار فتره ما منفذها. يعني قد تكون، اسمح لي استاذ عمار، قد تكون اليوم نعم هناك الكثير من المواد الدستوريه لم تفعل لحد الان، يعني مو بس هذه، ولا خاصه الماده 140 قد تكون هناك ظروف، يعني تعرف ظروف امنيه، ظروف سياسيه، ظروف ضغوطات دوليه، يعني الوضع الاقليمي، الوضع الداخلي قد يؤثر بين فتره اخرى على تنفيذ هذه الماده، ولكن هي تبقى مثبته في الدستور. ولكن انا اتمنى من الاخوه في الحزب الديمقراطي الكردستاني تحديدا ان يتعاملوا برؤيه الفريق الواحد وليس الفريقين في الدوله، في الحكومه العراقيه. نعم، حكومه الاقليم يجب ان تكون لديها رؤيه مع حكومه المركز في تنفيذ هذه الماده، ولكن ليس بالظروف الصعبه ان تبقى ورقه تستخدم تلوح بها او يلوح بها الحزب الديمقراطي الكردستاني بين فتره اخرى حتى يعمل على تحقيق مصالح خاصه. احنا اليوم نبحث عن حلول جذريه وليس لا حلول ترقيعيه، قد تكون نعم مثل ما اشرت جنابك هي مثبته بالدستور، ولكن تحتاج اليوم الى، يعني هذه الوفود اللي تيجي، انا اسال سؤال: الم تبحث الماده 140 بزياراتها الطبيعيه الغير معقده التي تاتي الزيارات في ظروف صعبه؟ نحتاج اليوم ان يبحثون مدى تنفيذ، لانه تحتاج هذه الماده 140 تحتاج الى تغيير كثير من الامور، تحتاج الى الانتخابات، عفوا الجبد السكاني اللي حدث، ونبحث عن المعطيات الموجوده على الارض، عن المناطق الديمقراطيه التي غيرها النظام السابق، كيف استطاع ان يتعامل مع هذه المناطق بتغيير البيئه السكانيه، هل هي صحيح ام خطا؟ هل هناك ضغوطات اخرى سياسيه؟ هل هناك مصالح لحزب معين في هذه المنطقه حتى يحصل عليها؟ كل هذه يجب ان تبحث اليوم بعقلانه. اما اليوم انا اخلي كل هذه الامور خلف ظهري واجي اركز فقط على الماده 140، اريد ان تنفذ بعلاتها، بمشاكلها، بسلبياتها، بايجابياتها. هذه مشكله راح تصير، وبالتالي نبحث عن حلول جديده. نحتاج. نعم، خليني انتقل الى الحلول الجديده، وخليني اشوف الرد. وكانما استاذ غياث نشعر او نستقرأ بانه السيد السوداني رد على هذا الموضوع، من كان بلندن واجرى عقود استكشافيه للعوده مره اخرى لشركه بي الى حقول كركوك. شلون نشوف هاي الاتفاقيات اللي اجراها السيد السوداني حول حقول كركوك، اللي اعتبرتها اربيل بانها غير دستوريه، كون ان هذه الحقول يجب ان تدار بالشراكه من قبل اربيل وبغداد؟ طبعا اذا نرجع على الدستور العراقي، طبعا الدستور القاسي والداني يعرف، يعني الكرد كان لهم بصمه بصياغه او تدوين هذا الدستور. يعني نحن ككرد، كجميع الاحزاب وخاصه الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، اذا نجي نخالف الدستور هذا شيء اخر. نعم، المحكمه الاتحاديه والمحكمه الدوليه، محكمه التحكيم الدوليه في باريس، قالوا بانه تصدير نفط اقليم كردستان وخارج اقليم كردستان هذا من صلاحيات او مسؤوليه حكومه الاتحاديه. فلذلك هذا
جزء من قرار محكمة الاتحادية. فوفق قرار محكمة الاتحادية استخراج وتصدير النفط عبر الشركة التسويقية سومو التابعة للحكومة الاتحادية شيء احتيادي ليس فيها أي مشكلة. وطبعا مسألة ذهاب السيد محمد شيع السوداني إلى بريطانيا خلينا نقول وعقد استراتيجي فيما بين الجانبين، ولماذا لا؟ يعني اليوم بأمس الحاجة العراق يفتح أبوابها أمام العالم. يعني العراق بحاجة صداقة والتشاور والتفاهم من أجل المصلحة العامة. نعم هذه الاتفاقات هامة. وثانيا نحن دائما نقول بأنه الإنجليز والأمريكان المحتلين إمبرياليين وإلى آخره، لكن هذا واقعنا حاليا هما في الناحية الصناعية والاقتصادية والهيمنة والهيمنة الأمنية وإلى آخره دول عظمى، فليس فيها أي بأس أن نتفق معهم أو نعقد معهم عقود بكل السيكتورات، يعني اقتصادية أمنية سياسية صناعية، إذا لمصلحة العامة. أنا أرى هذه العقود وهذه التقارب بين العراق وبين تلك الدول لمصلحة الشعب العراقي. خلي نطلع من باب التعقيدات ومثلا من باب ونرجع على الماضي. هذا واقعنا حاليا. وحكومة بريطانيا وبعض حكومات أخرى هم جزء من التحالف الدولي ضد الإرهاب، وبالأخص ساعدوا العراق وساعدوا إقليم كردستان أبان الحرب على داعش وطرد داعش وملاحقة داعش في 40% من الأراضي العراقية. نعم أكرر لكم إياه الدستور، لكن هناك مشكلة أريد أوضح لكم إياها بصراحة. مسألة النفط والغاز والموازنة وهذه المسائل المتعلقة بإقليم كردستان هناك كلها تعود لعدم هناك قانون النفط والغاز في الدستور العراقي. فعلى الجميع طبعا هناك قانون يعني في البرلمان اعتقد حاليا وتم. استاذ غياث خلينا اخذ راي جنابك بنقطه مهمه، يعني دوخت الجميع. اربيل تقول بغداد ما دازه مستحقاتنا، وبغداد تقول احنا دازيها كامل وانتم ما دازين الواردات. منو السبب؟ هل فعلا ما ملتزم الإقليم مدى يوفي بالتزاماته، أم أنه بغداد مقصرة بإرسال موازنة الإقليم؟ والله رؤيتنا كحزب ورأي شخصي كلاهما مقصرين، لكن بالدرجة الأولى حكومة الإقليم المتمثلة بحزب الديمقراطي الكردستاني مقصر أكثر مما الوزراء أو مثلا السياسيين أو البرلمانيين في حكومة الاتحادية. يعني أكثر شيء اللي لا يلتزم بهذه القرارات حكومة الإقليم. نعم زين. طيب حكومة الإقليم ما تلتزم بهاي القرارات. اليوم ممكن نشهد خارطة جديدة استاذ غياث بعد الانتخابات اللي صارت بالإقليم؟ بالتأكيد، يعني بالتأكيد الخارطة الانتخابية والسياسية اختلفت. في الماضي حزب الديمقراطي الكردستاني مع كوتات المكونات مثلا من الإخوة التركمان والعرب، التركمان والمسيحيين والأرمن، كان بإمكانه شكل حكومة بدون اتحاد وطني كردستاني بدون كل الأحزاب الأخرى. يعني كان لديه أكثر من نصف زائد واحد. لكن في هذه الدورة تغيرت كما أسلفت، تغيرت الخارطة السياسية والانتخابية. حاليا حزب الديمقراطي الكردستاني أتت ب 39 مقعدا من ضمن 100، والكوتات توزعت على محافظات بعد لا يستطيع أن يهيمن عليه. نعم سوف أعود لك أستاذ غياث حول آخر المستجدات حول تشكيل حكومة الإقليم، لكن خليني أرجع إلى بغداد مع السيد غازي اللامي. أستاذ غازي، شفت جنابك بأن هناك عقود شراكة أيضا أجراها السيد السوداني حول حقول كركوك، أيضا هناك اتهامات للإقليم بأنه هو سبب العجز أو تأخر إقرار الموازنة. ممكن أن نشهد تأخر لإقرار الموازنة، أو قد نشهد هناك مفاوضات تجرها مع خاصة الانتخابات القادمة. شلون نشوف الموازنة؟ ممكن تنقر بدون موافقة الكرد بالتحديد،
أم أن الكرد سوف يكون لهم رأي في الموازنة وسيضمنون حصصهم حتى لو ما موفين بالتزاماتهم؟ يعني قبل ان نجيب على هذا السؤال لابد من توضيح بعض الامور المهمه من خلال نعم. حديث الاستاذ غيث وحديث جنابه. يعني موضوعة انه اتفاق السيد السوداني مع بعض الشركات البريطانيه بالتنقيب عن نفط الحدود، هل هذا يعني لا يسمح للسوداني بان يكون رئيس وزراء لحكومه اتحاديه من الشمال الى الجنوب؟ ان ممنوع عليه مثلا ان يعمل على البحث عن ما يفيد ابناء الشعب العراقي بكافه قومياتهم واطيافهم واديانهم؟ هذا واحد. ثانيا، اذا كان عمليه اثاره هذه الموضوع من قبل الحزب الديمقراطي البروتستاني انه هذا ليس من حقه لانه يجب ان تكون هناك شراكه، ما هي الشراكه يفترض انتم تبادرون بها؟ من باب اولى ان حكومه الاقليم هي تبدا باسقاط ما عليها من ديون اتجاه الحكومه الاتحاديه حتى تبرئ ذمتها تجاه الحكومه. اليوم هي لم تفي بالتزامات تجاه حكومه المركز والحكومه الاتحاديه وتضع 100 سؤال و100 استفهام على موضوعة انه السيد السوداني قد عمل على يعني اتفاق مع شركات بريطانية لتنقيب النفط في كرم. ما هي صلاحية رئيس الوزراء؟ زين، هل مسموح، سؤال يطرح نفسه، هل مسموح لحكومة المركز ان تعمل على الدخول بقطعة عسكرية الى حكومة الاقليم؟ هل تسمح لهم؟ هل تسمح حكومة الاقليم بديوان الرقابة المالية ان يبحث في سجلات الموجودة في حكومة الإقليم؟ لماذا اليوم هذه المعرقلات وأنت يعني تضع اللوم على حكومة المركز بأنها هي مقصرة؟ لا، أنت ازرع الثقة أولا، بادر بالاتفاقيات المتفق عليها والقواسم المشتركة المتفق عليها ما بين الطرفين حتى نستطيع أن نقول هناك قد بنينا جسور للثقة ومددنا جسور الثقة. أما عملية أنت تريد ولا تعطي، هذه شغله جدا معقده، وهذه ليست جديده بالمناسبه، هذه من فتره طويله يستخدمها الحزب الديمقراطي تحديدا. انا لست ولكن اضع سيد غازي خلينا نحكي بصراحه، ليش ما انقر قانون الملف النفط والغاز حتى نخلص من هاي الاشكاليه وكل من يعرف شنو اللي وشنو اللي عليه؟ عندنا استاذ عمار، راح نكون صريحين، يعني اليوم احنا حتى نكون واضحين، هناك اخطاء العملية السياسية يجب أن نعترف بها. هذه الأخطاء تحتاج إلى علاجات وتحتاج إلى حلول. هناك الكثير من الأمور معقدة ومعرقلة ولم يتخذ بها، منها هو قانون النفط والغاز. يعني يفترض من باب أولى أن تكون هناك يعني صيغة لإقرار هذا القانون حتى نقطع هذا اللغط، هذا الكلام، التصيد في المياه العكرة، أن نغلق الأبواب على من يريد أن يخلق فتنة أو فجوة أو خلق أجواء ضبابية. يجب أن تكون هناك جرأة وشجاعة، ولكن لم نجد من يتفاعل في مجلس النواب تحديدا بضغط على رئاسة المجلس ب يعني تفعيل هذا القانون. وليس فقط هذا القانون، هناك قوانين كثيرة معطلة يعني يحتاجها المواطن. احنا لا نبحث عن مصالح أحزاب وعن مصالح كتل ولا شخصيات بعينها، نحتاج أن نبحث عن مصلحة المواطن سواء في الشمال أو في الوسط أو في الجنوب. هذه واحدة من الإشكاليات اللي لم تجد حل. احنا كنا نعول حتى استاذ غازي، عذر المقاطعة، ملف البيشمركة ايضا، تسليح البيشمركة، ملف رواتب البيشمركة، اعتبار البيشمركة هم جزء من المنظومة الأمنية الوطنية، أيضا مسألة شائكة، ودائما ما يتهم الإقليم بغداد بعدم معاملة البيشمركة معاملة القوات الأمنية الأخرى. هو يفترض يعني شوف، هذه أنا مو قلت لك قبل قليل، قلت لك هناك قوانين وقرارات تحتاج اليوم إلى شجاعة وإلى تفعيل، ولكن للأسف الشديد لاحظنا أن قسم من الأحزاب الكردية تبحث عن حلول ترقيعية، حلول آنية، وليس حلول جذرية. نحتاج إلى حلول جذرية، هذه تحتاج إلى الضغط اتجاه إقرار هذه القوانين المهمة. أنا في تقديري لو أقرت هذه القوانين بشكل هادئ وبشكل سلس ومتفق عليه ما بين كل القوى والأحزاب، أنا في تقديري كثير من الإشكاليات ستذوب، الكثير من الإخفاقات ستذوب، وبالتالي سنصل إلى قواسم
متفق عليها. يعني ليش نحتاج اليوم الا دوله رئيس الوزراء يروح الى حكومه الاقليم، ورئيس حكومه الاقليم ياتي الى حكومه المركز، ويصير اتفاقيات وجلسات. يعني لاحظنا السيد مسعود البرزاني قد جاء في الفتره الاخيره وذوب الكثير من الخلافات، ولكن وما بعد هذه الزياره ماذا كانت النتائج؟ عادت نفس الاشكاليه. ليش ما يكون هناك قانون ينظم هذه العمليه؟ لماذا ليش العلاقات الشخصيه هي الفاعله؟ ليش العلاقات الشخصيه بين صقور المشهد السياسي هي الفاعله؟ ليش ما يكون قانون هو الفاعل وهو المؤثر وهو الضاغط على كل الاحزاب حتى تستطيع ان نصل الى مخرجات؟ اما عمليه المراضات والمحاباه والمجاملات السياسيه انا في تقديري لها فتره الاكسباير تنتهي، ولا بد البحث عن مخرجات جديده. نعم، خلينا اشوف استاذ غياث. استاذ غياث، اكو نقطه كلش مهمه كانت دائما تؤخذ على الكرد، او هي ايجابيه للكرد، انه الكرد حتى لو كانوا مختلفين بالاقليم لكن موحدين عندما يذهبون الى بغداد. اليوم اصعب، او المشهد اصعب اكثر، اصبح اكثر تعقيد من شهد اليوم الاقليم. حده التوترات تصاعدت ما بين اليكتي والبارتي، بالتالي ما كان اكو وفد موحد او قرار كردي موحد تجاه بغداد، بالتالي اصبح آراء مختلفة، عقد المشهد بشكل أكثر. هل كل هاي الأمور اللي ذكرناها هي بنظر الاتحاد الوطني الكردستاني أن يحلها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى مع يتوجه وفد مشترك إلى بغداد يحمل قضايا موحدة؟ طبعا بكل صراحة، يعني إذا تشكلت حكومة الجديدة العراقية أو منذ 2003 بعد سقوط النظام البائد، كان الكرد يعني كانوا يعني نخبة واحدة، كانوا جميع الأحزاب وكلمة واحدة وخطاب واحد كان لهم. وطبعا بدون المدح والثناء، هذا الموقف بجهد المرحوم مام جلال كان، وكان هناك تحالف كردستاني. يعني كان في بغداد كانوا جميعهم، رغم كان هناك خلافات بيناتهم في اقليم، لكن في بغداد كانوا فريق واحد وخطاب واحد وكلمه واحده كانت. لكن بعد وفاه مام جلال شاهدنا، لان كما ترون حاليا كل من صار بمكان. نعم، حاليا استطيع اقول التشظي او التقسيم بين الاحزاب الكرديه في اقليم كردستان اكثر من اخواننا السنه واخواننا الشيعه. يعني قبل كان الجميع يمجدون بهاي التوحد الكردي، لكن حاليا اختلفت. بمساله تشكيل الحكومه، جميع الاحزاب السياسيه الفائزه او نالوا على مقاعد في اقليم برلمان اقليم كردستان اعلنوا بانه سوف لن نشارك في حكومه اقليم كردستان المقبله. حاليا باقي نحن كاتحاد وطني كردستاني وحزب الديمقراطي الكردستاني، يعني ليس لدينا مفر او منفذ او طريق اخر الا نتفق. وبالتاكيد نحن الاتحاد الوطني الكردستاني لدينا برنامج، وشكلنا لجنتين مع حزب الديمقراطي الكردستاني ان يناقشون هذه المسائل يعني المختصه بمستقبل حكومه اقليم كردستان. ومن اهم هذه النقاط هي من مساله حلحله المشاكل والازمات بيننا وبين بغداد. يعني نعم، مدى استجابه الحزب الديمقراطي، خاصه اكو مسائل كلش مهمه عند الحزب الديمقراطي اللي هي مساله المناصب، مثلا رئاسه الاقليم ورئاسه الحكومه، مساله توطين الرواتب. قد يقول البعض او المراقب للمشهد السياسي العراقي يستقرأ استاذ غياث انه الحزب الديمقراطي ممكن يأجل تشكيل حكومة الإقليم إلى تشكيل الحكومة الاتحادية العامة حول منصب رئيس الجمهورية، حتى يوضع هذا المنصب ضمن المناصب اللي تخص الإقليم. نعم، طبعا اجتمعت اللجنتين، لجنة مشكلة من عندنا بقيادة الأخ كاقوبات نجم مام جلال، ولجنة برئاسة شاري الزباري خال مسعود بارزاني، واجتمعوا 3 اجتماعات ولا يزال مستمرين. طبعا إذا الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يتفق معنا حول استراتيجية أو رسم خارطة لحكومة المقبلة، بالتأكيد نحن لا يهمنا المناصب. إذا هم يهمهم المناصب
بالنسبة لنا مناصب ليس فيها شيء، لكن احنا نطالب بالمناصب لكي نخدم شعبنا، لكي نوفي وعودنا في الحملة الانتخابية والسنوات الماضية. سياسة أقليم كردستان كانت بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني كما أشرت إليها. بالتأكيد إذا لم يتفق معنا حول مستقبل أقليم كردستان، يعني سياسة واستراتيجية وأيديولوجية حكومة أقليم كردستان المقبلة، لم نشارك في الحكومة. فإذا لم نشارك في الحكومة، وحاليا صار قرابة أكثر من سنتين حكومة هي تصريف الأعمال، إذا تبقى على هذا الحال بالتأكيد المحكمة الاتحادية والدستور العراقي لم يسكت، حتى الأحزاب السياسية لم يسكتون على هذا الحال. فطبعا كما أسلفت يعني على حزب الديمقراطي الكردستاني أن يراجع سياسته في جميع كاتحاد وطني كردستاني ثابت على النقاط اللي أشارتها جنابك، من ناحية الرواتب، من ناحية توطين الرواتب، من ناحية العمق الاستراتيجي للاتحاد الوطني الكردستاني هي بغداد، يجب التفاهم والرجوع إلى بغداد. منصب رئيس الجمهورية أيضا أشرت في لقاءات سابقة جنابك حول إلى أنه من الصعب أو من المستحيل أن تبقى منصب رئيس الإقليم ومنصب رئيس الحكومة بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني. بالتأكيد نعم. هذا استحقاقنا الانتخابي. نحن لماذا نطالب؟ يعني البعض يعني يشكون بأنه أو يشكون أو يظنون بأنه الاتحاد يريد هاي المنصبين أو رئيس الإقليم أو رئيس الحكومة يعني لمصلحة الحزب أو لمصلحة الأشخاص. لا، بالعكس. نحن قبل كان فقط لدينا رئيس البرلمان، لكن كما أشرت إليه معظم البرلمانيين كان من الحزب الديمقراطي وإخواننا من الكوتات المكونات. يعني رئيس البرلمان ليس لها أي لا حول ولا قوة. حاليا نحن نريد أحد المنصبين، لأن يعني جميع الصلاحيات التنفيذية بيد أحد المنصبين. إذا لم أستاذ غياث، نقطة مهمة، ممكن يروح تشكيل حكومة الإقليم إلى الانتخابات الاتحادية أم ممكن الانفراجة قريبة أم لا. ممكن تتوقع أن يمتد إلى ما بعد الانتخابات الاتحادية؟ دائما نسمع ونقرأ ونشاهد على بعض المحللين السياسيين من الأقليم ومن العراق، خلينا نقول الحكومة الفدرالية، يعتبرون بأنه الحزب الديمقراطي الكردستاني ينوي للتماطل بتشكيل حكومة أقليم كردستان حتى نصل مثلا انتخابات حكومة الفدرالية، يعني لكي يتراوس معنا رئيس الجمهورية برئيس الأقليم. طبعا نحن من ضمن هذه اللجنتين شكلت أحدى مطالبنا أن خلال يعني مدة قصيرة كم اجتماع، إذا لم يتفق حزب الديمقراطي الكردستاني معنا بعد لا نشارك في الحكومة ولا نشارك معهم في أي شيء. وإذا لم نشارك في حكومة أقليم كردستان، وإذا لم يتشكل حكومة أقليم كردستان، أستاذ غازي هم يعرف، الجميع يعرفون، قد يجوز يؤدينا على كارثة بأن لا يبقى شيء باسم أقليم كردستان بكل صراحة. نعم، خلينا نشوف رأي أستاذ غازي بهاي النقطة. أستاذ غازي اللامي، ممكن أن تنعكس أو ينعكس المشهد السياسي في إقليم كردستان من ناحية التنافس الشديد والتوتر الحاصل بين اليكتي والبارتي ينعكس على بغداد وأيضا على ثقل الكرد في بغداد؟ بالتأكيد، بس أنا فاتني أن أذكر ملاحظة مهمة سألتني عليها أستاذ عمار، وهي موضوع هل تقر الموازنة في حال غياب الأحزاب الكردية؟ نعم ستقر. صارت هذا، يمكن صارت في حكومة السيد العبادي في أحد المرات، أقرت الموازنة بدون حضور. نعم، حتى قانون الأمن الغذائي بوقت السيد الكاظمي. نعم أيضا أقرته بدون حضور الأخوة الأكراد، وبالتالي وراء فترة بدأوا يبحثون عن موضوعات الرجوع وحسم الموضوع بشكل هادئ وسلس. هذه موجودة، هذه تقر، لأن طالما هناك يعني مصلحة عامة يجب أن تنفذ المصلحة العامة. أما في سؤالك ما هو شنو كان نعم تأثير المشهد السياسي بإقليم كردستان. نعم وممكن تأخير تشكيلة حكومة الإقليم إلى بعد الحكومة الانتخابات الاتحادية العامة حتى تكون سلة واحدة من ناحية المناصب. وهذه احنا دائما للأسف الشديد يعني ما عقد المشهد السياسي وما دمر المشهد هي السلة الواحدة. يعني السلة الواحدة هذه مشكلة كبيرة، معضلة كبيرة يجب أن تغادرها الأحزاب. نعم الأحزاب الكردية يعني من باب أولى اليوم أن نصفي وتفلتر إشكالياتها فيما بينها، أن لا تعكس هذه الخلافات على حكومة المركز، لأنه بالتالي
هذه ستؤثر على المشهد السياسي، لأن الأخوة الكرد جزء لا يتجزأ من المشهد السياسي ومن العملية السياسية. أنت تعرف المشهد السياسي مقسم إلى 3 أركان: الشيعة والسنة والأخوة الكرد. إذا ما اختل التوازن في هذا الجانب في أي جانب سيؤثر على الجوانب الأخرى. وعليها أنا أتمنى على الأخوة في الأحزاب الكردية قبل أن يداعوا بالحصاص وبالمكاسب أن يجلسوا مع بعض ويحلوا إشكالياتهم بهدوء، وبالتالي يفلتروا هذه المشاكل. يعني حكومة تصريف أعمال 2 سنين، انتخابات وأفرزت عن فوز أحزاب لها حضور ولها تأثير ولم تشكل حكومة الآن، وبالتالي الذهاب بحرق الوقت واستنزاف الوقت وسحب الوقت إلى مجيء الانتخابات. أستاذ غازي، خليني بسؤال أخير أسئلة الجنابة قبل لا أختم. مشاكل الإقليم مع بغداد، خاصة المشاكل المالية، ممكن أن ترحل إلى الدورة القادمة، أقصد الانتخابات ما بعد الانتخابات القادمة، أم سوف تحل خلال هذه الفترة بعهد السوداني؟ لا توجد عصا موسى اليوم. يعني عندما يضغط الأحزاب الكردية لازم تحل المشكلة. يعني هذا ماكو شيء، يعني باقي 10 أشهر للانتخابات القادمة العامة. هذه 10 أشهر ماذا ستعمل هي خلال هذه الفترة الطويلة؟ لن تحل المشكلة. احنا نريد المشكلة تنحل في خلال 10 أشهر، وهناك تعقيدات وهناك أحزاب كردية غير متفاهمة مع بعض، وهناك خلافات حتى في المشهد السياسي الداخلي. نحتاج اليوم، أنا في تقديري أن هذه المشكلة قد ترحل إلى الدورة القادمة، لأنه مو بس هذه، هناك كثير من القوانين ترحل إلى الدورة القادمة، لأنه الوقت بدأ يتسارع وبدأ ينفذ من الأحزاب، وبالتالي نحتاج اليوم إلى رؤية وإلى قاعدة رصينة نبحث عن مخرجات. احنا لا نبحث عن حلول ترقيعية. أنا قلت في أول حديثي هناك الحلول الترقيعية لا تفيد ولا تغني ولا تسمن. مسألة العجز أستاذ غازي قبل لا أختم، مسألة العجز والموازنة مسألة ضرورية ينتظرها الشارع، وهناك كلام حتى بأنه رواتب الشهر الخامس ماكو، رواتب الشهر السادس ماكو، اليوم المواطن بدأ يقلق. هل فعلا العجز موجود؟ هل فعلا هناك تخوف؟ شلون راح تنحل؟ شلون راح تقر جداول الموازنة؟ يعني الموازنة أقرت على مبدأ $470، وبالتالي اليوم حتى إذا نقص أقل من هذا المدى هناك احتياطي موجود في البنك المركزي، وأيضا هناك تفاهمات. يعني حتى سياسة الإقراض ستكون حاضرة في ذهن الحكومة لغرض العبور. يعني إذا كان خلل، إذا لا سمح صار خلل ولا يكون خلل مستدام وطويل، قد يكون شهر، وبالتالي الحكومة قادرة على معالجة هذا الخلل من خلال عملية بيع نفط، وإذا ما تضافرت كل الجهود للعبور هذه الأزمة. يعني هناك حلول كثيرة للحكومة العراقية، وبالتالي هذه التصريحات هي عملية خلق نوع من البلبلة داخل البلد، وبالتالي خلق أجواء ضبابية وخلق نوع من الضغط السياسي على الحكومة حتى تعمل على إيفاء بالتزامات تجاه حكومة إقليم كردستان. نعم، السيد غازي اللامي الخبير الاستراتيجي، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك إلينا، وشكرا لتلبية الدعوة عبر تقنية السكايب من بغداد. أشكرك جزيل الشكر. أيضا مشاهدينا الكرام، الشكر موصول للسيد غياث السورشي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، كان معنا عبر تقنية السكايب من مدينة الموصل. وأيضا مشاهدينا الكرام، جميع الأحزاب والكتل دائما اللي تنذكر داخل البرنامج إلها حق الرد في أي حلقة وفي أي وقت يريدون الرد على كل ما تساؤل أو كل محور داخل البرنامج. وتبقى المشاكل عالقة، والجميع ينتظر في الإقليم وفي بغداد، وخاصة المواطنين في إقليم كردستان، حول مسألة الرواتب وكثير من الأمور العالقة اللي نتمنى دائما احنا أن تنحل، حتى لا يكون الضحية المواطن في الإقليم في هذه الصراعات السياسية. أشكركم جزيل الشكر مشاهدينا الكرام، ألتقيكم في الحلقة القادمة. تحياتي وتحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.